يا مساء الفل. بصوا الكعكة القمر دي بقى، الكعكة دي طريقتها أنا معتمداها، سهلة وبسيطة جدا وفي ثانية تعمليها. بس باختلاف حاجات بسيطة، بس منظرها بصراحة يعني بيتحدث عن نفسها. فبصوا منظرها، احنا هنخش على المقادير على طول كده عشان ما نطولش معاكم. وهي جميلة وسهلة، بس دي مسقية بس بكوبايتين كده كاكاو باللبن. لكن الطريقة المعتمدة هنبقى نعملها مع بعض إن شاء الله تاني. فنخش عليها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا معايا الكاكاو الدريم ده، كاكاو اللي بالشوكولاتة. أنا خدت كيس واحد بس على الصينية اللي انتوا شايفينها دي. عملته، حطيت مية ساقعة، فنجان مية ساقعة، وضربت فيها بالمضرب لغاية ما قوامها يمسك يتماسك معايا. لكن أنا مش من النوع اللي باحط مقادير معينة بالنسبة للمَيّة بتاعة الكريم شانتيه، وهاحطها بقى في التلاجة. يعني مجرد أنتِ تضبطي الكريم شانتيه حطيه في التلاجة على بال ما نشتغل في بقية مقادير الكعكة. هنا عندي بيضتين بالضبط. أنا ما بازودش على الكعكة طالما مش إسفنجية، ما بازودش عليها أكتر من بيضتين. عايزة أنتِ تزودي القيمة الغذائية مش هتفرق كتير. أنا هنا حاطة كوباية سكر كاملة، وبالمضرب اليدوي على طول، مش مضرب كهربائي ولا أي حاجة. الموضوع أسهل مما تتخيلوا وبتطلع معايا في ثانية. بيضتين وكوباية سكر وكوباية لبن، أضربهم مع بعض لغاية ما السكر يدوب معايا. أنا حتى ما باضربهوش في الخلاط. دي كوباية إلا لأ، ربع كوباية زيت. ربع كوباية زيت قبل النص بحاجة بسيطة. وننزل بقى النقط كلها. يعني الزيت بقى غالي ما بقاش رخيص. يعني احنا بنعمل جمعية علشان نشتري الزيت دلوقتي. الموضوع بقى كبير، الحمد لله والنعمة بالله. فهنحط ربع كوباية الزيت والبيضتين وكوباية السكر، ونضرب كله مع بعضه. المحسن الطبيعي اللي عندي بقى، اللي انا ماشية عليه وما بشتريش محسن جاهز، هما معلقتين الخل. معلقتين الخل دول مش عايزة اقول لكم بيقلبوا مسار الكيكة اللي يعني في حتة تانية خالص. اولا بيطلع قوامها رائع. تاني حاجة بتبقى ما فيهاش سنة زفارة خالص. في تكاية صح، انا حطيت فانيليا سايلة، 3 نقط من الفانيليا السايلة على البيض. تمام، علشان بس ممكن حد يتخيل ان انا نسيت الفانيليا، لا انا حطيت عليها في الاول لو رجعتوا بالفيديو. هنا انا بقى الحتة اللي جاية دي، انا الدقيق ما بعرفش يكون ليه مقادير في الكيكة بتاعتي. لا انا باحط الدقيق على حسب ما تلف معايا الكيكة. فأنا دلوقتي حطيت حبة دقيق وعليهم كيس كامل كيك شيف الأحمر، كيس كامل مش باحط معلقة. وهنا شعرة ملح، حطيت شعرة ملح بسيطة قوي يعني مش كتيرة، عشان بتعمل عملية توازن في الطعم، بتبقى حلوة جدا. وهنكمل بقى بقية الدقيق عندي لغاية ما يبقى القوام متماسك. بفضل احط حبة بحبة، مش بحط حبة كتير كمان، لا ده حبة صغيرين بحبة صغيرين. قيمة كوباية في الأول، بحط كوباية وعليها كيس الكيك شيف، وبعد كده بزود حبة صغيرة بحبة صغيرة لغاية ما القوام معايا يبقى متماسك. طبعا أنا هنا ما كانش عندي بصراحة كاكاو خام، اتصرفت، الجيش قال لنا اتصرف، فجبت كيس نسكويك من اللي هو بتاع الكاكاو ده، وقمت حطاه على الكيكة. ادالها لون جميل جدا ولون هادي ومش شوكولاتة قوي، يعني مش اللي هي الغامقة قوي يعني. فاتصرفت بصراحة لان انا كنت عايزة اعمل لهم اي حاجة مسكرة واي حاجة حلوة يعني. برافو يا شون، برافو. في ايه؟ سيبها مكانها، سيبها مكانها هتسقط. في ايه يا شون؟ والآن انت مع هتعمل ايه؟ الشيف جوستو الذويقة. ايوه بس هي لسه ما خلصتش. مش مهم. لا حول ولا قوة الا بالله. طعمها ايه؟ حطيتي فانيلا؟ فانيلا، حطيت فانيلا. فانيلا. فانيلا ولا فانيليا؟ فانيليا. انت متأكد؟ مم. طب حطيت. هي ناقصة فانيلا. طب انت شكله. كده تقريبا انت كده هتخلص الكعكة من قبل ما ندخلها. لا حول ولا قوة الا بالله. حجوج، كفاية حجوج. مش قادر. لا 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 كفاية. طب يا جماعة بص، انا هقفل والحق بس ما تبقى من الكعكة. هنا بقى خلاص احنا خلصنا القوام بتاعها لغاية ما ادت السمك معايا اللي انا محتاجاه. هبطن هنا الصينية عندي بزبدة ودقيق، ابطنها عندي.
وانزل اللي هو السائل بتاع الكعكه عندي. بصوا القوام عامل ازاي، انا عايزاها نفس القوام ده، ولا تبقى خفيفه ميه معاكي عشان ما تبقاش طريه وما تبقاش من جوه تلاقيها عجينه. لا، تبقى متماسكه وفي نفس الوقت مش مليانه دقيق عشان ما تبقاش برضك مكتمه مكتومه العجينه بتاعتها. وهنا خلاص بقى كده تمام قوي. هخبطها كده خبطتين كده على الرخامه وعلى الفرن على طول. طبعا الفرن بنكون مشغلينه قبلها بمدة ومسخنينه جدا، وبعدين نوطي خالص ونحط الكعكة. طبعا انا هنا معايا كوبايتين من الكاكاو، الكعكة طالعة سخنة جدا من الفرن. كوبايتين من الكاكاو. كوباية الكاكاو دي اكنك بتعملي كاكاو بلبن عادي جدا، اكنك 3 معالق سكر، شوفي السكر اللي انت بتحبيه، او معلقتين سكر وعليها معلقة كاكاو وعليها لبن. تمام. كوبايتين من دي هسقيها وهي سخنة، واغطي عليها لغاية ما تطرى. ما تجيش يمتها، يعني سيبيها كده لغاية ما تبقى حلوة معاك. وهنا بقى طبعا الكريم شانتيه اللي انا كنت حاطاه في التلاجة هطلعه، ويا دوبك انا هظبط الكعكة عندي كده بالكريم شانتيه لغاية ما اسويها كلها. هي كعكة بسيطة جدا، الولاد نفسهم في حاجة حلوة. كعكة بسيطة جدا ومقاديرها ابسط مما تتخيلوا، ولا يعني خدت مني مصاريف كتير ولا اي حاجة. وفي نفس الوقت انا لو جبت لهم مثلا حاجة حلوة من بره طبعا هتكلفني كتير واكتر، اضعاف من اللي انا اتكلفتها دي. فجربوها، حلوة جدا. وانا معتمده الطريقه دي مع بخلاف ان انا بسقيها بالكوبايتين الكاكاو. هنا بقى هاخد اي شوكولاته سايله عندي كده واعمل بيها اي شكل ان هم يجذب انتباههم، ان هم يحبوها بقى ويحسوا ان هي ايه، القطعه يعني بنت حلال كده، واكنها ايه، جايه من بره او احنا باذلين فيها مجهود يعني. فهنعمل بيها اي شكل كده. طبعا الكيس بسم الله ما شاء الله يعني لقيته مليان كله بركه فما اداش معايا. فجبت كذا كيس كده وعملته واديت بقى الشكل ده كده بالايه، بخلة السنان. تجيبي خلة السنان وتفضلي رايحة جاية كده ندي الشكل الجميل اللطيف ده، علشان بس نحبب الولاد فيها، وفي نفس الوقت امكانيات بسيطة جدا. والف هنا وعافية، جميلة جدا. يا رب كده اكون افدتكم في الفيديو. وطبعا ما تنسوش بقى اللايك الحلو بتاعي ويلا سلام عليكم.